صلي على سيدنا النبي. مساء الخير، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطاخ. ايوه كده احبك وانت فاهمني. ده المايك مرضيش. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا بودكاست بيتنا. ريم احمد وطه خليفه. لا، طه خليفه وريم احمد عشان انت طلعت كيوت المره دي. ربنا يخليك، وعشان انا طلعت كيوت المره دي هنتكلم في هسيبك انت توبيك. اللي تبتدي التوبيك، ايه رايك؟ ايوه، ما هو توبيك سنسيتيف كمان، ده أيوة. توبيك ممكن يثير جدل كتير قوي، وهي فكره الصداقه بين الجنسين. لا مش ده والله، اقول حاجه تانية. انت قلت كده، عدت نفس هو، ما احنا هنبتدي بالصداقه بشكل عام. توبيك النهارده بنتكلم فيه عن الصداقه بشكل عام. ايوه، انت كده حرقت التوبيك. انا مش قادره اصدقك. ماشي. النهارده هنتكلم عن توبيك ريم هي اللي هتقوله عشان انا عطلت. احنا النهارده عايزين نتكلم بشكل عام عن الصداقه وتاثيرها في ايه؟ عايز ايه؟ مفيش تأثير على المناخ. تأثيرها على العلاقات الزوجيه. اوبا، ده ايه ده صعب، ده الصداقه ليه؟ وتأثير على العلاقات، ده احنا حلقه جامده. دي حلقه مهمه جدا، بس هي مش باين. صح، هي تحس من بعيد كده انها من بعيد تافهه، ان هي تافهه، بس انت لما تقرب هتلاقيها بتقول كلام زي الفل. ماشي. هبتدي لكم مثلا زي فكره ان انت ممكن يبقى زوج مراته انتمتها هو ما بيحبهاش، ما بيرتاحلهاش، ما بيعزهاش، أيوه. بيحس باحساس كده أيوه. اتجاهها، صح. بيحس انها مش صافيه لمراته مثلا. بيحس ان في خبث، تفاصيل كتير جدا. صح. وارد ان ده يبقى فعلا موجود وده حقيقي واحساس الزوج او اللي هو شايفه صح، ووارد ان لا يبقى احساس خاطئ او احساس مش صحيح، وان الزوجه تبقى فعلا مشاعرها صادقه اتجاه صديقتها دي او صاحبه عمرها دي او اللي هو زي اختها يعني. يبقى احساس حقيقي. والعكس صحيح، ساعات برضو بيبقى فيه صديق او صديق للزوج صديق سوء مثلا، والست ما بتحب، واول ما تسمع في التليفون انت قاعد مع مين، انت قاعد، لا بتبقى وتفضل بقى تعد. مثلا ممكن يبقى الصديق ده بتاع بنات مثلا، فهي هتقول ده بتاع بنات، فهيسحب جوزي بقى، هياخده بقى ويخليه يبص على دي يعني ويبص هنا على عندنا دي. نموذج. أيوة. الست خربت البيوت، أيوة. صاحبه. أيوة. والراجل صديق السوق اللي هيبوظ جوزي بقى ويخليه يشرب مخدرات وبتاع وحاجات كده. ويخليه بقى يبص على بنات بقى. ايوه، ويفسده ويقوي عليا ويسخنوا عليا. والناحيه التانية عندنا واحده ست. وعندنا برضو اللي هم الطبيعيين، يعني عشان احنا بس. أيوة طبعا. فرضنا ده اكستريم الوحاش. ايوه، فرضنا اللي هو سوء النية قوي او بالظبط. صديق السوء بشكل عام. انا ما بحبوش على فكرة. ساعات ممكن يبقى صديق او صديقة مراتي، ممكن ابقى انا ما بحبهاش عشان ما بحبهاش، يعني انت فاهمة. ساعات على فكرة ممكن تبقى ما بتحبهاش عشان ما بتحبهاش، وممكن يبقى تفكيرها وإدارتها للمواقف مش هو ده التفكير اللي انت بتحبه او تحب ان ده يبقى اللي محيط ببيتك ومراتك. صح يعني جدا. وفي نماذج كمان بتصدر طاقة من، يعني ايه، بلاقي ان في واحدة خبرتها بتتعامل ان ده محور الكون. انا حصل لي مشاكل مع السوبر ماركت مثلا، بدي مثلا مع السوبر ماركت ده، ريم ما تجيبيش من السوبر ماركت دول حراميه. طب احنا كبيت ده اقرب سوبر ماركت بيعمل تخفيض، انا بدي مثلا هبل، وما عملش معانا اصلا اي ما عملناش عندي مشاكل، فانا ليه سيئة. احاسب على تجربتك انت؟ ده مثل صغنن على حاجات كتيره قوي. على مثلا اسلوب حياه. لا، انت لازم مثلا تربيه العيال. مش في نماذج من الصحاب او من الاقارب كمان، ايه ده انت بتخلي البنت تمشي كده ازاي، بتتكلم ازاي، بتبقى دوميننت. كح 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 يا كح، احنا جايين نعالجك اصلا. سيبها الكحة. ما كح طيب، برانشكم اعلان برانشكم، وبعمل تيت على الاعلان عشان نشد سبونسر بس. اي حاجه تجيلنا ان شاء الله بنادول اكسترا. صح. في نموذج كده بيعمل فكره ان بيصدر خبرته هو وراجل لصاحبه او ست لصاحبتها. ايوه. في الخطوبه كمان اعرف نماذج في الخطوبه، خلي بالك ده لما بيعمل كده يبقى هو عايز كده وهيمشيكي كده. عارفه انت الستايل ده. ونفس الموضوع مع الراجل، ساعات بيبقى فيه ما اعرفش القايمه، لا ما اعرفش ايه الحاجات. لا احنا عندنا في البلد احنا لازم عرق وسيح دم وقتل القطه يوم الحاجه. احنا قلنا مش هنقول امثله عشان احنا ما بنفتكرش نفسنا. كنافه
لو في مثلا ليه علاقه بالقطه. بالقطط. شوفوا انتوا ايه هو قولوه. ايوه اللي هو فالحاجات دي. بس بص هي دي الانسانيه بشكل عام، ان انت عندك اللي هو الشخص ممكن يبقى ده هو شاف تجربه فعلا سيئه للغايه، فبجد بيحب حد قوي قوي، فممكن يبقى هو خايف ان هو يعدي عليه. احاسب ليه على فاتوره انا ما اكلتش عندك حق. ده انا ما رحتش المطعم اصلا. عندك حق، هتفق معاك طبعا، وهضطر اقول ان انا ولا اول مره طفل. ان انا لا كحوا تاني والنبي كحوا. ان انا ان انا ان انا يعني ان انا هبقى يعني موافقه معاك اتفق معاك في النقطه ديت، يعني علشان فعلا هو المفروض كل واحد ياخد تجربته بنفسه ويحاسب على مشاريبه. في بقى فصيل تاني من الاصدقاء، وهو ساحبي الطاقه الايجابيه وناشري ومصدر الطاقه الطاقه السلبيه. يا الله. فانت عندك انواع كتيره من الصحاب، وبتخلي ساعات بتتسبب في مشاكل ما بين الزوج والزوجه او الخطيب والخطيبه او ايا كان بقى. اي لو كابل في حد بيخش الكابل كده. انا وجهة نظري اصلا ان حدود الصداقة ما ينفعش تدخل في العلاقة اللي ما بين الزوج والزوجة او شريك الحياة بشكل كوتيشن عام. حدود الصداقه ما تخشش في العلاقه. اشعار نزار قباني. اضحك بصوت يعني بكح بصوت وتيجي تضحك مهم. ده انت ظالم. صح، حدود الصداقه ما تعديش فروق العلاقه عشان بس تمشي على نفس قلت حاجه كويسه. قلت اللي قبلها كويسه. يلا هي اتسجلت في ان شاء الله المونتاج هنفتكرها وبقولها اللي انا قلتها. فدي من وجهة نظري يعني أوكي. ان انت المفروض لازم تعمل حدود، وكل واحد بيعمل حدود من نفسه. يعني ما ينفعش الزوج يعمل الحدود بتاعه الصديقة بتاعه الزوجة، او الزوجة هي اللي تعمل الحدود بتاعه صديق الزوج. لازم كل واحد هو اللي يحدد حدوده مع صحابه. بس عايز اقول على حاجه، في بعض من اشكال الصداقه اللي هي بتبقى مثلا من هم صغيرين قوي، ان هم بيبقوا اقوياء مع بعض، بيبقى البوند ما بينهم قوي جدا، وده الكومفورت زون بتاعي اللي بروح لها اتكلم معاها وبروح له اتكلم معاه، وبيبقى مهم جدا. انا عايز اخرج بس من السيجمنت ده. ايه هي العلامات او ايه هي اللمبه الحمراء اللي لما تنور مع صاحبك او مع صاحبتك خلي بالك هنا الحد ده بيسوقك ان انت تفكر زي ما هو بيفكر؟ احنا بنفترض حسن النية لان في انواع تانية بقى. ده في لا في ناس بتبقى قصده تخريب. طبعا. انا من وجهة نظري شايفة ان انت او انتي لو حسيتي ان في الصديقة دي او انت الصديق ده بيحاول يعرف تفاصيل عنك، تفاصيل عن حياتك، عن عنك انت ومراتك، او عنك انتي اتفضل. في علاقات صداقه، ما هو عشان كده بقول لك كمان ده في علاقات صداقه ده انا اللي بروح احكي له كل تفاصيل لان احنا متعودين. ماشي، ما هو ما انا بقول لك ده غلط. لا يعني العلاقه اصلا فكره العلاقه لازم نفصل بقى. نظري انا ما احكيش، يعني مش هحكي كل حاجه لاي حد، انا هختار برضو اللي انا هحكي له. انا شايفه لا قولي لهم. وانا شايفه ان يعني يستحسن لو انت في حد هتحكي له حاجه فيبقى عيله، يبقى انت متاكد 100% انه حقيقي بيحبك، وان هو خايف عليك، وان هو فعلا عايز مصلحتك، لان ما تعرفش النفس البشريه ممكن توقعنا في ايه. صح. فوجهه نظري ان لازم كل واحد يبقى واخد باله قوي من اللي بيتقال له. احنا بنسخن بسهوله جدا، يعني انا لو حد قال ايه ده هو بصلك كده ليه، ايه ده هو ما جابلكيش كذا، ايه ده هو عمل، يا نهار ايه ده، بقول لك ايه ببصه. ايوه انا ممكن اخلي واحده تفضل قاعده عامله كده علشان ببصه، اللي هو ايه ده هو ما اعرفش هو كلمك كده ليه، لا ماليش دعوه خلاص وبس. يعني فمن وجهة نظري كل واحد هو اللي بيحدد وهو اللي بيقرر وهو اللي بيعمل الحدود اللي هو عايزها تبقى عاملة ازاي، عشان يقدر يحافظ على صداقته وعلى بيته، ولا ده يحصل له مشكلة ولا ده يحصل له مشكلة. صح. ومن وجهة نظري برضو ما دخلش شريك الحياة في حياة الصديق او الصديقة، في تفاصيل الصديق والصديقة. انا شايفه ان ما يعني كل حاجه كده تبقى محطوطه في مكانها، في مكانها المظبوط، علشان ما ندخلش الحاجات في بعض، لان لما الحاجات بتدخل في بعض الدنيا بتبوظ. والله موافق جدا جدا على الفكره دي او على المبدأ ده، ان احنا ما ينفعش سمك لبن تمر هندي كله داخل في بعض وكل، لا لازم نبقى عارفين ان في حدود هنا وفي حدود هنا على فكره. يعني ما ينفعش ان انا مراتي
وصديقي عنده مثلا مشاكل وبلاوي، لان انا ممكن اصدر لها صوره في لحظه مثلا متخانق انا وواحد صاحبي جدا، متخانقين وفي مشاكل كبيره ما بيننا، فرحت بكل الطاقه السلبيه قلت لمراتي ده اذاني ده عمل وبتاع، وممكن يبقى ده مش حقيقي وده انفعال لحظي. اللي هيحصل ايه؟ انا ممكن اصفاله، لكن هي مش هتصفله ابدا. مستحيل ده اذى جوزي او مستحيل. اذى ابني او اذى مستحيل مستحيل خالص. يعني دلوقتي الهند ان احنا يعني كل حاجة تبقى محطوطة بالمعدل المظبوط. ومن وجهة نظري احسن حاجة التوازن، ان ما تبقاش في حاجة زايدة قوي ولا حاجة قل قوي. كل الناس محتاجة ناس في حياتها، فلازم يبقى في حد موجود في حياتك انت بتعتمد عليه وبتحب تفضفض له وتحكي له، بس بمعاييرك الخاصة اللي هي بمعايير ما تأذيش العلاقة الزوجية بتاعتك انت وشريك حياتك. هنتكلم دلوقتي بقى عن توبيك. ما تسيبني انا ابتدي مره. انت هتقعد تبتدي وتقفل. التوبيك التاني بقى اللي احنا هنتكلم عنه، من وجهة نظرك انت شايف ان هو شائق جدا، صح؟ مش ولا اسمه ايه؟ شائك وشاق. شاق انت جوزتيهم بقى شائق. شائق اجرة. يا الله. وهو الصداقة اللي هي ما بين الراجل والست. بشكل عام بقى صداقة الراجل بشكل والست. عام بقى. انت ايه رأيك اصلا في المبدأ؟ هل في صداقة ما بين الراجل والست؟ والله بص، انا شايفه ان في اكيد صداقه ما بين الراجل والست، بس يعني انا يعني عشان اكون صريحه وامينه، انا كنت طول عمري بقول ان انا وطه اصدقاء ومفيش بينا اي حاجه، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ ان احنا اتجوزنا. فانا شايفه ان انا اتنحى لا بس هو لا وما اتكلمش عن الموضوع ده خالص. لا هي الحالة يعني لا دي حالة فردية حصلت ما بيننا، ده حقيقي. بس ما اعرفش بقى بعيدا انت شايفة ان فعلا ممكن يبقى فيه صداقة. انا وجهة نظري طبعا يبقى فيه، وانت عارفة انا ليا اصدقاء كتير وانت عارفة. ايوه، بس هي برضو الصداقه دي بانهي شكل؟ يعني هل انتوا بتتقابلوا كل يوم بتتكلموا الصبح والظهر وبالليل، ولا لا انتوا اصدقاء لما حد بيقع في مشكله بيكلم التاني؟ اصدقاء في الشغل، اصدقاء في المدرسه، اصدقاء في الجامعه. فهو حسب برضو شكلها عامل ازاي. يعني في شكل بيبقى شكل مريب، اللي هو ايه يعني؟ ايه، انا صحيت، انا نمت، انا رحت، انا جيت. اكيد ده مش صداقه بين الولد وبنت، ده حاجه مريبه. تمام بس لا تمام دي ما عجبتنيش. تقصد ايه تمام؟ اقولها بأني اداء. ايوه عايز افهم. لا هو تمام اللي انت بتقوليه ده، ان الشكل لازم ما يبقاش مريب، ما يبقاش حد واخد مكان حد، صح؟ مش انت قصدك ايوه كده؟ ان ما تبقاش انت بتقول، حتى لو انت على فكره ما فيش حد في حياتك، بس انت دي صديقه، انت مجرد انها صديقه وهي واخده شكل، هي ده مش شكل الصداقه. اوكي، ده شكل اكتر من الصداقه. طب في حالة الشغل مثلا، لو اتنين مع بعض في نفس الشغل وهم مش مجرد زمايل بس، انما هم اصدقاء وبياخدوا رأي بعض في حاجات وعندهم شغل مشترك او في ما بينهم حاجة مشتركة، هل انت لو انت الطرف هل هتعرفي تتعاملي مع ده؟ انا اني طرف في المثلث؟ لا انت الطرف اللي هو مش الصديق بقى، انت البارتنر بتاع الراجل. اوكي ماشي. انت هتعرفي تتعاملي؟ اصل خلي بالك دي الدنيا دواره، ما هو هيجي الطرف يبقى انا اللي مراتي عندها صديق في الشغل او عندها صديق في البتاع، فانا مستني اجابتك وبعد كده هقول اجابتي. والله بص، هو انا بالنسبه لي حسب شكل العلاقه دي عامله ازاي. زي ما انا قلت في الاول، لو في حاجه مريبه، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مريحه، الست هتحسها كده كده. ايوه برافو. كده كده السنس بتاعها بيبقى عالي جدا. ولو الست ما عجبتهاش الموضوع، هو لازم يقفل على الموضوع بدري علشان هيوصل في حته مش لطيفه. ولو الزوج ساب الموضوع نوع من انواع ان هو مبسوط ان الست غيرانه عليه ولا حاجه زي كده، فهو ده هيبقى هو بيحط لا كده هو بيرسك بحاجه ملهاش معنى. يعني وبيضايقها على الفاضي. ما اعتقد ان الناس مش مع بعض عشان يضايقوا بعض. بالظبط. فانا من وجهة نظري ان لو الموضوع محطوط بمعايير محددة فتمام. لكن لو الموضوع لا، مثلا بيروح الشغل مع بعض كل يوم وبيرجعوا من الشغل، يعني موضوع لو فيه اوفر شوية، لا مش لطيف. ومش هحب ان انا اللي اقول انه مش لطيف. انا لازم البارتنر بتاعي يبقى على قدر من المسؤولية ومن الفهم ومن التركيز انه يعرف لوحده. بتزعلي ليه؟ انا مالي في يا جماعه؟ دي توبكس بنتكلم، انت بتعملي
انه يعرف لوحده الصباع هو الصباع. حدوده فين وراحه فين وجايه منين. مش لازم انا يعني أقول. كمبدأ انت ما عنديش مشكله في الصداقه، بس ما تعديش ايوه ما تبقاش مريبه، ما تبقاش أوكي. اللي هو ايه ده، ما تلفتش النظر، ما اوكي. ولازم يبقى في ذكاء شديد من البارتنر اللي هو في دايرة الصداقة دي، ان هو ما يقعش في حتة تخلي كمان شكله او شكل مراته وحش. ده كده كده يعني لان ممكن يبقى انت ما فيش فعلا حاجة، والست برضو الزوجة على فكرة ما عندهاش مشكلة. أوكي. بس الناس شايفة ان في حاجة مش مظبوطة. الناس دي بقى هل دي مهمه؟ مقدار اهميتها كام في المية من شكل اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ على الاقل 50-60%. ما انا اقول لك الموضوع ده شائك. ما انا بقول لك انا من وجهة نظري لا طبعا، يعني انا شايفه الناس ده 50% من شكل الواقع. لو الناس قالت ايه ده هم دول مالهم، هتعمل لازم هاصل أسحب هتعمل لكم لشكل. طبعا أوكي. هتعمل هاصل للموضوع كله، هيبقى الموضوع شكله مش لطيف. طب ليه احط نفسي في الحته دي اصلا؟ اوكي. لكن صداقه ان انت تمام، في زميل في زميله في حدود المنطق. طب بالنسبه لرايك انت لسه ما قلتليش كنت لسه رايك. ما ده لازم بقيه الموضوع، ان لو انت مثلا لو اللي معايا في حد، ودي مشكله بتحصل كتير قوي، حد من هم صغيرين وهم اصحاب وفي مجنة او في بلاش مجنة دي، بس خلينا نقول في مجتمعات معينة بيبقى الولد والبنت ممكن يبقوا القرايب ولاد العم، واحنا عارفين ان في ناس ساعات ابن عمك مين الموضوع خلص، انت بقيتي مراتي. في ناس او ابن خالك مين الموضوع خلص، كان معاكي في المدرسه ده جاري، مفيش الكلام ده خالص. انا شايف ان لو الكت ده ما حصلش من الطرف، مش صح ان انا اعمل له كت. هو المفروض ان هو يتعمل كت بناء على مواقف معينه. لو انا شايف انت فاهمه ولا انا مش عارف انت اوصل؟ تقصد ان انت صاحب الشأن، صاحب الشأن نفسه هو اللي لازم يعمل الكت، مش الطرف التاني اللي شايف من بره اللي مش عاجبه، صح كده؟ ده المفروض. ده المفروض. انما في نفس الوقت الكونسبت ككونسبت احنا مش عايشين لوحدنا في الكون. احنا بنتكلم، بس هرجع بس معاك خطوة كده ورا. احنا بنتكلم عن العلاقات الهيلثي الطبيعية ولا الناس المتشددة؟ انا المفروض ان انا بتكلم في العلاقات الطبيعيه. طيب تمام خلاص كمل. اصل هو لو الناس المتشدده الموضوع اتقفل من الاول وما عندهمش الكونسبت ده ما عندوش اصلا التشاور او ما انا بقول لك دي حاجه يعني لو ده ما فيش الكلام ده انت بالعافيه بتكلمي اخواتك، صح ولا لا؟ ايوه في طبعا، احنا بنشوف نماذج زي دي. ده ما فيش شغل، في طبعا كده. وعلى فكره ليهم مطلق الحريه طبعاً. لا ده اصل هو ده طريقه تفكيري، انا مش هغير لك طريقه تفكيرك او اقول لك لا انت المفروض تسمح. لا انا بس ممكن اتكلم في انا اجابتي واضحه ولا لا؟ انا اتكلم بس في الانسرت، في فكره ان في ناس عامله كده من الاول. انا هبقى شايفه ان انت لو انت شخصيه اصلا عامله كده من البدايه، فانت لازم لما تيجي تختار حد شبهك. برافو. ما تختارش حد هو اوريدي فاكك وعنده اصدقائه من المدرسه ومن الجامعه وعادي بتتعامل بحريتها، فتقرر ان انت تغير لها، لان هتتعبهم هما الاثنين. برافو والله العظيم. لكن لو هي حد شبهك ونفس الكونسبت بتاعك، هما هيتلاقوا وبالعكس هيتفقوا وهيبقوا مع بعض. وفي حاجه تانية برضو بشوفها، ان ساعات انا يبقى عندي اصدقاء بنات اوكي، لكن انتي لا، ما يبقاش عندك بقى في اصدقاء جمله جميله قوي. انا عارف الولاد انا واثق في نفسي انما مش واثق في الناس التانية. بالظبط يا جماله. لا انت واثق في نفسك، فلازم تبقى واثق في البارتنر بتاعتك اللي معاك اللي انت اخترته. بالظبط. هي انت قلتي حاجه لطيفه قوي، الاختيار. طبعا التريك في الاختيار، انت مختار ازاي؟ ما انت من الاول لو انت مختار هتريح نفسك. ده حقيقي. ليه بقى؟ لان في نماذج كتيره قوي في حياتنا هي فكره اللي هو I can fix him او اغير او لا ده هو بعد الارتباط او بعد الجواز او بعد الخلفه او بعد الحاجات دي. لو انا هعرف اشكلها، يعني انا بسمع الكلمه دي كتير. لو انا هعرف انا بصراحه نصيحه من اخ، يا جماعه ما حدش من شاب على شيء شاب عليه. لا وحتى انت لو غيرت وعملت اللي التفاصيل اللي انت عايز تعملها، الطرف الاخر مش هيبقى مبسوط، لانه هيبقى حاسس ان هو غير حاجه عشان حد، عشان هو مقتنع. مش عشان هو مقتنع. بس هم بيلاقوا مبررات لنفسهم. لا ده هو شايف الصح عن طريقي، انا مشيته على الطريق. وفي ناس على فكره، انا مش عايز اعمم، بس لا هو هي مفيش بس هو سونو ليتر هتلاقي ان الناس بتتعب. الناس اللي بتدي علاقتها انا هغيرها
او انا هغيره، لان في طبعا ستات انا هغيره، ده انا هخليه يمشي على عجين ما لخبطوش. ده ما انا في اعرفش الامثال ايه. في الكنافه اهو انا أقسم. انا عندي شويه امثال، لكن انت ما فيش خالص. لا عندي الفكر، بس مش فاكر الكلام. بس الكلام بقى مش لازم. ماشي. في حاجه تانية برضو، فكره بقى، هل انت كده بتتعدى على المساحه الشخصيه للطرف التاني لما انت تتدخل في حاجه زي كده؟ لو اجبت وقلت هنطخ من لا اوكي. هبقى على النقيض، ابقى رجل لو انا خدت قرار ان لا ما غيرش، طب ايه ده؟ ما هو مفيش اصلا المفروض يبقى فيه مساحه للطرف التاني. موضوع والله العظيم شائك جدا، لان من حق الطرف التاني ان هو يبقى ليه مساحه، يا اما هيبقى طول الوقت انت مضغوط. ايوه صح. صح ولا غلط؟ ولو في طرف مضغوط هيضغط التاني كده كده، لان فهيبقى هي في مشاكل. فالمساحه الشخصيه اللي انت بتتكلمي فيها دي برضو شائكه جدا، لان هي ممكن تبقى المساحه الشخصيه دي في ناس بتستوعبها جدا. ثقه في النفس، طريقه تفكير، طريقه طريقه تربيه، طريقه ايديولوجيه. انما في ناس ما عندهاش الكونسبت ده. يعني ايه هو يعني ايه يبقى ليكي مساحه؟ هو يعني ايه يبقى ليكي واحده صاحبتك، انا بتكلم بقى كصاحبتك، او بتتكلمي مع اختك في حاجه وانا ما اعرفهاش اللي هو بتاع ايه، او العكس صحيح. هو يعني بيتكلم في صاحبك وانا ما اعرفش لو انا المفروض ابقى عارف عنك كل حاجه، الطرفين عارفين بقى عن بعض كل عن بعض حاجه. كل حاجه. انا شايف ان لازم يبقى كل واحد ليه مساحته الشخصيه، بالعقل. انا شايفه انها بدل ما بتأثرش على الطرف التاني. برافو، اللي هو العقل دخل هنا. طيب هنتكلم، احنا كل ده بنتكلم برضو عن البارتنرز اكتر، عن الزوج والزوجه. طب فكره المساحات الشخصيه الاسريه، يعني ايه؟ الاخوات مع بعض، الاب والام، الولاد بنسبه 100% لازم يبقى فيه مساحه لكل ما بين بني كل آدم. بني ادم. طبعاً. يعني انت شايف ان الاولاد مش المفروض يحكوا كل حاجه مثلا لباباهم او لمامتهم؟ لا يحكوا كل حاجه لباباهم. شفت غيرت كلامك؟ شفت غيرت كلامك في ثانيه، في ثانيه، في ايه في ثانيه. ممكن اعديها اخوات، انما البنت والولد لازم يقولوا كل حاجه. انا طبعا انا مع فكره ان الاباء والامهات يبقوا اصحاب عيالهم، ما هي تبقى برضو مهمه قوي. ما هي برضو بلاش صحاب، لان ده جيل وده جيل، بس يبقى في بينهم باب على طول بيتلاقوا فيه. يعني مش شرط ابقى بسمع نفس المزيكا اللي بابايا بيسمعها، او احب نفس الافلام، او بس لازم يبقى في 5 دقايق في حاجه بنتكلم فيها مع بعض، نتلاقى. ده بيبقى صعب ده. طيب عشان نرجع للموضوع بتاعنا، موضوع ماشي. الصداقه. عشان مرة فكره ان انت الاب والام، وبالذات الام بيبقى عندها برضو نفس السنس اللي احنا قلناه على الزوجه. ده بقى بيبقى اضعافه طبعا على الاولاد. صح. لما الام تقول لابنها او لبنتها بلاش ده، وتلاقي الطفل الابن او هم ما بيبقوش صغيرين قوي، هو ده بيبقى اغلب الوقت في تينيج. يعني في الاشارات، بلاش فلان، انا بحس ان هو ما بيحبكش، ابعد عنه. او للبنت ما بتحبكيش، ابعدي عنها. والبنت تصر لحد او الولد يصر لحد ما يتلسع. صح. وتلاقي بعد ما بيتلسع لازم. طبعا الاجابه دي في جيل مش هيوافق عليها. يا جماعه بيطلعوا صح. لا بيطلعوا صح. انا عملت كده، احنا كلنا عملنا كده اكيد والله. كلنا عملنا كده، ومش في الصداقه بس، في كل بس حاجه. بس هتلاقي باباك او مامتك او باباكي او مامتك قالوا لك ده ما بيحبكيش. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل. ده مستحيل. ده بيحبني جدا ده. وبتخيش في الاخر. وبيبان فعلا. مش هتصدقنا غير لما تتلسع. لا وهي بقى انا بس عندي رجاء، لان ساعات اللسعه بتحصل وما بيطرحش يتقال للسورس اللي قالك من الاول. برافو عشان عليك. الكبرياء. ايوه ده موضوع تاني. ايوه الكبرياء، ان انت مش عايز تعترف بان والدك او والدتك كان عندهم حق، الكلام اللي قاله لك كان صح، فتسكت وتحطها في قلبك وتقول ايه خلاص مش هقول حاجه. لا انت لازم تقول لها ولازم تعترف وتقول لهم انتوا طلعتوا عندكم حق. عشان انا عملت ده كتير لحد ما وصلت للحته انت بقيت بتسال ايه رايك في فلان، ايه رايك في فلانه، علشان عايزه اجيب من الاخر، انا عايزه اعرف من الاخر من السورس الدنيا ايه رايحه فين، ده حد كويس ولا حد مش محدش هيخاف عليك اكتر من اهلك.
فالمساحات الشخصيه طبعا مطروحة. مطلوبه واكيد ده هوا يعني ما انت محتاج ده هوي، لان انت لو احنا الاتنين في وش بعض طول اليوم، يا سلام بقى لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض في نفس الكارير، يا فانت بتلاقي ايه، لا مفيش كلام. بتلاقي ان دي احلى عيشه لما بيبقوا الاتنين شغالين مع بعض في نفس الحاجه. زينا كده انا وانت. ايوه قوي. أوي. نبقى فاهمين بعض زياده عن اللزوم. وده شيء كويس. اه لا اله الا الله. عايزين نخرج ونقول من الحلقه بتاعت النهارده على ما اعتقد ان في لمط حمراء بتتنور، احنا ما بنبصش عليها. لا بصوا عليها يا جماعه. نبص عليها ونراعي بعض ونحب بعض واهم حاجه السنسور اللي بيحصل لما بتلاقي خاصه في العلاقات ان الست غيرانه. انا عارفه ان ساعات الزوج بيتبسط ان الست غيرانه وبيبقى حابب الحاله دي او حاجه فلا ما تستغلهاش لان هي ساعات ممكن تخيش. انا مش عارف الكلام ليه رايح في الحته دي دايما. انت اللي ليه بتاخد الكلام على نفسك؟ انا مش عارف ليه خدت الكلام انت ليه بتاخد الكلام على نفسك؟ انا هنقوم متخانقين في ايه؟ طيب انا قلت ماشي اتفضل. لا ما انا مش هخرج. انا هفضل معاكم يا جماعه. اتفضل ولا هنتكلم بعدين. اي في ايه بتصغر لي ليه فعلا؟ المهم احنا بنتكلم النهارده، كنا بنتكلم عن فكره الصداقه بشكل عام والمساحات الشخصيه وتاثيرها على العلاقات. نتمنى ان احنا بالدردشه اللي احنا دردشناها معاكم نبقى فتحنا شويه افكار انتوا كنتوا بتفكروا فيها او شويه اراء انتوا فكرتوا ممكن يكونوا ما اتكلموش فيها على فكره. يعني اتمنى ان مثلا وانت بتتفرج علينا كده ايه ده، انا بفكر في كده، هو انا اتمنى ان ده يكون يعني بيحصل. يا ريت طبعا يا ريت. ونتمنى في نفس الوقت ان احنا خلي بالك دي حته غميقه ما تعملهاش. بابا ماما قالوا لك الولد ده ما تروحش. ونسمع كلام اللي بنحبهم واللي احنا عارفين ان هم بيحبونا بالصدق. بجد. مش لازم طول الوقت اللي هو ابقى عنيد مع البارتنر او مع الام او مع الاب. مش لازم ابقى كده. اسمع واعمل بروسيسنج في دماغي للكلام اللي اتقال وبعد كده اشوف ابتدي اقيم الموضوع. لكن زي ما في علاقات بيقولك دي ريد فلاج. أيوة. والله في صحاب ريد فلاج. ايوه طبعا في صحاب ريد فلاج وفي مفيش صاحب هتصلحه لان فكره ان انت I can fix him برضو دي موجوده في الصداقه. في الصحاب مفيش خلي بالك. فابعد عن الشر وغني له. ريح دماغك يا باشا، الدنيا اعمق مما تبدو على السطح. وزي ما احنا قلنا قبل كده كذا مره ان احنا كل اللي احنا عايزين نوصل له ان خطوه من هنا وخطوه من هنا عشان نقدر نوصل لبر الامان مع بعض. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ريم احمد طه خليفه. ما قلتش اسم البودكاست. بيتنا بودكاست طه خليفه. وطه خليفه ريم احمد بتحيي في الاخر. ريم احمد طه خليفه. لا مش قطع، عم استنى. طه خليفه.